باهي يطيبوا مع بعض، نغمهم بالبلا ثم نرمي شويه نرمي البطاطا. نخلي المقله تتقلى مليح بالبصل ودوك ليسكالوب، ونرجعوا للعجينه تاعنا. شوف بعد ما خمرت نزيدوا لها شويه ملح على حسب الذوق، اللي بغات دير الزرارع السانوج وحبه الحلاوه. ثم نديروا الفرينه. بعد ما تخليهم شويه طياب، خاطر الدجاج ما يديش الليل، ما يديش النار بالحق ينهار. نرمي عليهم البطاطا، نقطع شويه السمك تاعها غليظ كيما هاك، ونخلوها تتجمر مع البصل والباب. نقعدوا 10 دقائق حنا نحركوا فيها كشغل، نخلوا البطاطا تتجمر مليح، تشرب في الزيت نجمروا مع بعض مدة 10 دقائق حنا ينحط. في هذه الأثناء نزيد الملح على حسب الذوق، شوية فلفلة حمراء تكون حلوة، سكنجبير، شوية كركم. حنايا نحركو كيما هاك بلا تجمرو كاع مع بعض، نخلو البطاطا تتجمر تما الريحة تاع الزيت. نخلوهاش تنحرق، نفقدوها ساعة. يعني وصفة سهلة ماهلة، تتحضر في مدة 4 ساعات تكون الوجبة جاهزة. دروك ندير الملح، ملح، الحرور، شوية كركم، شوية هي تجي حمرا بالفلفل الحمرا الحلوة هذه. نخلطوا الجميع مع بعض. التجمر هو اللي عليه الدرك، يعطي بنة ولذة طيبة للوجبة. حنا درنا غير واحد شويه تاع اللحم هذا تاع الدجاج المقطع، ما نقولها الفتيله، مسمينها سكالوب. هاي وهذه الوجبه تنجم حتى تحضر في شهر رمضان ان شاء الله. اللهم يا ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، آمين. قولوا آمين اخواتي اخواتاتي، خياتي اخواتي اخواتاتي، كيما نسميكم ما كنتم. عاونوني بالجام والاشتراك في القناة من فضلكم، دعموا للقناة، ربي يرضى عليكم ان شاء الله. نغرقوا عليها ونخلوها تتجمر مده مليحه، يعني حتى 10 دقائق، ولا باه نزيدوا لها شويه تاع ماء ونخلوها طيب على مهلها. والغاز نقصي للنار، ما نخلوهاش قويه. العجين تاعنا نديروا له شويه زريعه، حبه حلاوه، ولا حبه السوداء يعني السانوج،
راني درت الملح على حسب الذوق، نزيد لا ما لا والو. هذه يعطيك نلمها بالفرينه، تعطينا 3 خبزات ولا بزاف الخير. اذا خوتي خواتاتي بعد ما جمرت البطاطا مع الجماعه نزيد لهم ضرب، ندير لهم شويه تاع ماء. نخلوها طيب على هواها 10 دقائق ولا ساعه نقلبو. ماني دايره لا طوماطيس لا والو، فقط الفلفل الحمراء الحلوه، بابريكا. ونغطوا نخلوها طيب على غرضها. اما العجينه تاعنا راني لميتها بهذا الشكل، تحصلوا على هذه العجينه تكون شويه شاده روحها، خاطر نديرها بالطاجين باش ما تغبنيش في الرفود. راني قابضه بليدي التليفون ونصور شويه ما. المهم العجينه اللي تحصلوا عليها تكون شويه متماسكه مليح، لكن نحطوها على الطراشين ما تغبناش ومن نرفدوها ما يضيعناش الشكل. طبعا الفرينه درتها بعد ما غربلتها، دائما نغربلوا الحاجه الناشفه هكا ما تكونش نديرو حيه نقيه ناكلوها. اذا نتحصلوا على هذا العجينه كيما هاك ونخلوها ترتاح ويضاعف في الحجم 10 دقائق ولا، ونرجعوا لها بلا ما جهزت الفطور تاعي. نرجعوا مع بعض خويا. هاي الوصفه تاعنا هاي جاهزه، نزيد لها بعض اللمسات. حبات بيض وندير جوج حبات بيض، شويه فرماج، مع خبز المطلوع هو قوتنا فطورنا. يا 4 حبات بيض توفي بالغرض. نشمر الوجه تاعها بشويه معدنوس. طبعا بعد ما نضفته نستعمل حتى العيد هذوك الرقاق تاعها ما نقيسهمش، ماشي شرط الورقه، داك فاني مغذي. العروق هذوك الصغار هذوك. ونبلع الوصفه تاعنا هاك ونخلوها تشرب في غرضها دقائق معدودات نقلعها.